الإذاعة المصرية أجيال نشأت ونمى وعيها وتم صياغة وجدانها وأحاسيسها بتشكيل من أو بريشة الإذاعة المصرية. الحقيقة إنه الإذاعة المصرية كانت لاعب مهم جدا، قامت بدور مؤثر. ذكريات كتير الإذاعة المصرية شاركت فيها، بالإضافة لأنها كمان كانت منارة زودت من وعي الجمهور واللي هم بالتالي الشعب المصري. كانت حائط صد في أوقات صعبة واجهت الشعب المصري. ذكريات وحكايات كتير كانت الإذاعة المصرية موجودة وبقوة ودورها فاعل. أنا بيسعدني النهاردة يكون ضيفي أستاذ الأساتذة وأحد الإذاعيين اللي بعتز أو بسعد بصحبتهم وبعتز بوجوده معايا في حلقتنا النهاردة من الخيمة. خلونا نرحب بالأستاذ عبد الرحمن رشاد، الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية. كل سنة وحضرتك طيب أستاذنا العزيز. كل سنة وانت طيبة، وكل مشاهدي التلفزيون المصري ومستمعي الإذاعة المصرية بخير ورمضان كريم. والحقيقة اسمحي لي أن أحيي القناة الثالثة على هذا العمل الجميل، هذه الفعالية الجميلة. الخيمة الرمضانية اللي الحقيقة بتفكر أكيد المشاهدين بأجواء رمضان وبتمزج بين الأناشيد الدينية بالفن الشعبي الجميل اللي احنا تربينا عليه. فالحقيقة تحية واجبة ليكم على هذا الجهد يعني. وانتوا الحقيقة مخلين الجو البارد ده مخلينه دافي وحميمي وجميل. هو المشاعر يعني مشاعرنا وجداننا اللي شاركت في صياغته الإذاعة المصرية هي السبب الأساسي في يعني إحساس الدفء العام اللي موجود. خلينا نبدأ مع حضرتك وذكريات الإذاعة المصرية في شهر رمضان الكريم. أكيد كتيرة، وخصوصا يعني بعد ما تحولت من محطة إذاعية وحيدة إلى شبكة محطات إذاعية. ذكرياتها الرمضانية ايه؟ متداخلة ما بين يعني حضرتك الأقدر على انك شوفي الإذاعة المصرية هي صوت الوطن، وهي نبض الشعب، وهي الجسر الذي ربط مصر وربط الثقافة المصرية بكل ثقافات العالم العربي. وبعدين أود أن أقول لك أنه الحقيقة أنا فيما يتعلق بي أنا طفل تربى على الإذاعة المصرية. لأنه أنا نشأت في قرية في صعيد مصر، كان الوسيلة الوحيدة للاتصال في ذلك الوقت في الخمسينيات والستينيات كان الراديو. كان الراديو. وكنا أنا فاكر في رمضان في مزج جميل بين حضور الراديو وحضور القارئ، قارئ القرآن أو المبتهل في دواوين وفي دواوير كل البيوت المصرية اللي في الصعيد. أنا الحقيقة جدي الله يرحمه كان بيقولوا بالتعبير الصعيدي بيسهر في رمضان. يعني ايه بيسهر في رمضان؟ يعني بعد صلاة التراويح لابد من قارئ يقرأ القرآن ويبتهل حتى يعني ايه يطلع صوت المسحراتي من الراديو. احنا بدأنا بالراديو. بدأنا بالراديو بقرآن المغرب لكبار القراء، وفي مقدمتهم طبعا الشيخ محمد رفعت، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ الحصري، الشيخ البنا، الشيخ محمد صديق المنشاوي. وبعد القرآن المغرب وصلاة المغرب وصلاة التراويح تبدأ الليالي، ليالي السهر اللي زي الليلة اللي احنا فيها الآن. فيها اختلط الابتهال الديني، التواشيح بتلاوة القرآن بالابتهالات بالأناشيد، حتى يظهر مين؟ الراديو يعلن عن المسحراتي بصوت سيد مكاوي في الإذاعة وكلام شيخ الشعراء الشعبيين فؤاد حداد. فالراديو نبض، الراديو نبض مرسل، نبض مرسل ونبض مستقبل. فأقدر أقول لك إن الإذاعة المصرية كانت دايما هي الوجدان
وهي الإبداع وهي الدهشة وهي الحلم نعم. وهي التاريخ. لما بدأت الإذاعة المصرية عام 1934 نعم. كان حتى الناس الآباء المؤسسون كتبوا إنه هذه الإذاعة كانت إذاعة أهلية. كانت إذاعة أهلية قبلها، إنما الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية نعم. اللي أعلنت في 31 مايو نعم. 1934 كان ميثاق إنشائها توحيد الأمة المصرية، نعم. نشر الثقافة المصرية، إعلام الشعب المصري بما يدور حوله. صحيح. فبدأت الإذاعة كوسيلة لتوحيد الشعب المصري ونشر الثقافة المصرية، وزي ما قال عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين هي قيمة مضافة لحياة الشعب المصري. شوف، قيمة مضافة لحياة الشعب المصري، خصوصا واحنا الآن بنبحث دايما عن القيمة المضافة في كل طبعا. شيء. بس القيمة المضافة كانت القيمة المضافة دي كانت جماع لكل ما كان يحدث في المجتمع. يعني الإذاعة المصرية وحدت الموسيقى الموجودة في الشارع المصري كلها. كان الشارع المصري فيه موسيقى الأناشيد وموسيقى الابتهالات والموسيقى التركية وموسيقى الدراويش. وكان مدحت عاصم رائد الموسيقى في الإذاعة عمل على تجميع هذه الموسيقى وخلق موسيقى مرتبطة بالإذاعة، موسيقى مصرية. الإذاعة المصرية ساهمت في إيجاد أو في خلق مبدعين بالغناء غير عبد الوهاب وأم كلثوم. أي نعم، أم كلثوم غنت في الإذاعة المصرية وكانت مطربة مشهورة، وعبد الوهاب كان مطرب مشهور، إنما أضافت لهم الإذاعة الشهرة والانتشار أكثر. والانتشار طبعًا أكثر. طبعًا. الأوسع انتشارا. طبعا يعني طبعا إنه يحيي حفلة فيها طبعا. حتى ولو 100 فرد. واتفقت الست أم كلثوم على إنها تحيي كل شهر حفلة وتتقاضى 20 جنيه أو 25 جنيه. تخيلي، ده أجر تطوعي منها. وصالح عبد الحي ياخد 5 جنيهات ذهب، والشيخ محمد رفعت ياخد 3 جنيه في التلاوة. وهقول لك على حاجة يمكن كان حد بيتكلم فيها معايا دلوقتي، بقول لهم الإذاعة المصرية بدأت بقارئات للقرآن. في قارئة للقرآن قرأت في الإذاعة في الافتتاح. يعني شوفي مدى انه هذه الإذاعة كانت مواكبة للتقدم وباعثة للنهضة وموحدة للوجدان وناشرة للفن الجميل. الإذاعة المصرية مش عايز اقول لان في كلمة كده يقول لك رائدة. رائدة. الإذاعة المصرية رائدة مثلا هي علمت كل ناطقي العربية. بالضبط. يعني ايه؟ لا، ده رائدة ليس فقط رائدة في فن الإخبار. رائدة في التسلية. الإذاعة المصرية رائدة في الدراما. احنا في منتصف الأربعينيات احنا أول من قدم دراما وعن أدب عالمي. محمد فتحي كروان الإذاعة هو اللي بدأ ياخد من الأدب العالمي. ومترجمات بقى. ومترجمات. واكتشفنا ممثلين عظام زي حسن فايق اللي كان بيعمل شخصية مشهورة. يعني كانت البداية من الإذاعة المصرية. من الإذاعة المصرية. الإذاعة المصرية أيضا تقدري تقولي إنه كانت تواكب كمان المناسبات التعبدية اللي زي رمضان. يعني إيه مناسبات تعبدية زي رمضان؟ يعني تحتفل برمضان احتفال خاص برمضان. يعني الإذاعة المصرية كانت تحيي ليالي سرادق عابدين. أيام الملك فؤاد والملك فاروق كان قصر عابدين يفتح أبوابه لعامة الشعب المصري. ويعني يقيم حفلات ساهرة بالقرآن الكريم والأناشيد. وظل هذا التقليد بسرادق عابدين في ميدان عابدين، برضو تلاوات قرآنية من مشاهير القراء اللي بيعملوا في الإذاعة المصرية. أيضا وده المهم، الإذاعة المصرية صاحبة امتياز فن جديد في عالم الإذاعة اسمه الفوازير. الفوازير دي مسجلة بمين؟ بأمال فهمي. الإذاعة المصرية أيضا في رمضان شهدت إحياء ليالي ألف ليلة وليلة. محمد محمود شعبان، طاهر أبو فاشا، بلغني أيها الملك السعيد، ذو الرأي الرشيد زوزو نبيل. وأنتجت الإذاعة المصرية أكثر من 700 حلقة من ألف ليلة وليلة. طبعا هقول لحضرتك، يعني احنا كلنا الإذاعة المصرية هي سبب حالة النوستالجيا اللي احنا فيها دلوقتي، الحنين. نعم. ومجرد ما بنسمع صوت الشيخ محمد رفعت
وهو بيبدأ من أول بسم الله طبعا. الرحمن الرحيم نتذكر شهر رمضان حتى لو في أي وقت من السنة. ده مش بس الشيخ، ده الدور الفاعل ده للإذاعة بس مش المصرية. الشيخ محمد رفعت، ده في أجيال جديدة. طبعا في أجيال جديدة بدأت خلينا تتعرف على طه الفشني وعلي محمود. وبعدين القمة بقى، قمة اللي بنت شهرة الشيخ سيد النقشبندي هي الإذاعة المصرية. المصرية ده حقيقي. يعني حقيقي. مولاي دي الشباب المصري بيحبها وبينشدها منين؟ بالإذاعة نعم. المصرية. نعم. وما صحيح. نقدرش نستغني بعد مدفع رمضان وأذان المغرب عن الشيخ سيد النقشبندي. صحيح. خلينا نقف عند النقطة دي ونكمل كلامنا، بس بعد ما نسمع معانا فرقة القبة الخضراء. نسمع من أعمالهم ونرجع نكمل لقائنا. رسول الله طال بي الحنين وأرق مهجتي الشوق الدفين مدحتك لا رياء أو نفاقا وفي من يمدحونك من أكون رسول الله طال بي الحنين وأرق مهجتي الشوق الدفين مدحتك لا رياء أو نفاقا وفي من يمدحونك من أكون سموت عن الرذائل والدنايا وجدت مبرأ مما نقول الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله 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 يا رسول الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله سيدنا النبي حنين سهل كده ولين سيدنا النبي حنين كده ولين بين يا سيد بين حسن رسول الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله اللي في المعنى حبه مجمعنا اللي في المعنى ذكره مجمعنا يا حاضر المعنى صلوا على رسول الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله يا سيدنا النبي. عودة إليكم مرة تانية وأستاذ الأساتذة والإعلامي الكبير عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية الأسبق.
خلينا نقول شهر رمضان هو بالنسبة لنا يعني الإذاعة المصرية، أو أنا من الجيل اللي كنت أسمع مع جدي رحمة الله عليه ومع بيت العائلة، يعني كان الراديو والإذاعة أساسيين. خلينا أعرف من حضرتك بقى ذكرياتك مع الإذاعة في شهر رمضان. خلينا نعرف كده سريعا أبرز الذكريات. شوفي، اللي يسمع الإذاعة كان في رمضان ما يقدرش يغادر الراديو، ما يقدرش ودنه قلبه يبعده عن الراديو. نعم. ليه؟ لأنه كان برامج الإذاعة وخاصة البرنامج العام كلها متلاحقة، نعم. جذابة، نعم. ممتعة، فيها كل ما يريد الإنسان. يعني أنت بتبدأي يومك اللي هو بعد الفطار نعم. بالقرآن الكريم، نعم، وأذان المغرب، ثم النقشبندي. شيخ سيد النقشبندي كان نعم. مشهور قوي، وكان يجي عندنا في البلد في طهطة، وكان متربي في طهطة، وكنت أنا وأنا طفل صغير بروح أسمعه. نعم. إنما بدأت شهرته الحقيقية لما بدأ ينشد مولاي، وبدأ التقى مع الموسيقار بليغ حمدي والشاعر حمدي الصوفي الجميل عبد الفتاح مصطفى. نعم. وبدأ نعم. السيد النقشبندي بقى وجبة بعد الفطار. ثم وما زال لغاية النهاردة. ثم نعم. لازم أمال فهمي كان في البداية بيرم التونسي يكتب لها الفوازير. نعم. ثم صلاح جاهين. ثم بعد ما رجعت بعد التوقف بخيت بيومي، وإلى أن توقفت فوازير أمال فهمي. نعم. وبعدين ألف ليلة وليلة، حلقة بتجيب حلقة بتجيب نعم. حلقة، فأنت نعم. ما تقدريش تبعدي. ثم كان زمان الفنان الجميل فؤاد المهندس قبل ما يبقى يكون ثنائي مع شوكار كان بيعمل حلقات اسمها موهوب وسلامة. أنا الأستاذ موهوب، وكان مع عبد المنعم إبراهيم. نعم. تمام. نعم. توقف موهوب وسلامة، وفوجئنا بأنه فؤاد المهندس وشوكار بيعملوا مسلسل كوميدي برضو. بدأ بإيه؟ شنبه في المصيادة. ده كان في الإذاعة بداية. طبعا قبل ما تبقى فيلم سينمائي. طبعا شنبه في المصيادة ومن أمتع الأفلام ما زال حتى أيوه، بتعليمات اعملوا مسلسل ومرتبط برمضان لغايه النهارده. الرئيس عبد الناصر قال لهم نعم. اعملوا مسلسل نعم. يخلي الناس تضحك تبتسم بعد هزيمه 67. نعم. فاحمد رجب كتب نعم. شنبه في المصيادة. نعم. وفي مخرج عبقري اسمه يوسف حجازي اللي عمل كلمتين وبس. بعد كده هو اللي اخرجه. تمام. نعم. وشنبه في المصيادة برضو الناس بدأت يعني انا كنت ايه ده، انا ودني على الراديو مش قادر مش قادر حتى انام. متابعه. مش قادر انام وبعدين نعم. ينيموني عشان المدرسه رغم انفي، واصحى بالليل عشان برضو في المسحراتي وفي نعم. احسن القصص. الله، ده انا يعني مش قادر انام، ده رمضان. تمام. وبعدين كان جدي حريص على انه يسمع صلاه الفجر على الراديو اللي بتذاع فين؟ في الإمام الحسين. الله. فكل ده خلاني مرتبط جدا بالإذاعة لغاية ما كبرت ودخلت امتحان المذيعين ووزعت على البرنامج العام، فبدأت أقرب بقى من الأساتذة. نعم. يعني أروح ناحية يوسف حجازي يحكي لي ذكريات كيفية بدأت فكرة شنبه في المصيادة، واستمر فؤاد المهندس وشوكاري يقدموا كل سنة مسلسل. نعم. يعني يبقى مسلسل نعم. يومي الناس نعم. كلها بتسمعه. يحكي لي مثلا بابا شارو عن فكرة ازاي التقى مع طاهر ابو فاشا عشان يحيوا ليالي الف ليلة وليلة. نعم. وبعدين قدمت الإذاعة بقى عشان اقول لك من الحاجات الجميلة برنامج اسمه الميكروفون معا. ميكروفون معا ده يستضيف كاتب كبير نعم. او نجم كبير يبقى هو المذيع، وهو يتولى استضافة يعني إحسان عبد القدوس، هو يتولى تقديم واستضافة الناس. يعني إحسان عبد القدوس يستضيف مين؟ السيدة أم كلثوم. أنيس منصور يستضيف مين؟ محمد عبد الوهاب. شوفي بقى الإذاعة بتعمل إيه؟ يعني بتعمل قوة ناعمة. نعم. بتعمل ثقافة رفيعة. يعني بدأت أقرب. الأستاذ فهمي عمر مثلا كان بيعمل سباق بين لاعبي كرة القدم ايام زمان، لاعبي كرة القدم نعم. الاهلي نعم. والزمالك والترسانة ويذاع بعد الفطار. صحيح. شوفي بلا تعصب وبلا يعني الاذاعة هنا بتنمي الوعي، بتنمي الوعي المسؤول، مش وعي التعصب
فبدات اقرب. نعم. وبدات يعني اقرب كمان من الاساتذه اللي هم صناع المنوعات. يعني سباق المنوعات اللي بدا في الثمانينيات بين عمر بطيشه وناديه صالح وامال العمده ونجوى ابو النجا وامينه صبري. فطب انا عايز اقلدهم، عايز اعمل برنامج برضو قصير كده في الاذاعه. فعملت برنامج في منتصف الثمانينيات اسمه اوافق اختلف اعدل. اجيب ضيف وقصاده ضيف مختلف معاه في الراي وفي 5 دقايق. يعني اجيب عبد الرحمن الابنودي واجيب بخيت بيومي، اجيب احمد رجب واجيب مصطفى حسين. يعني فكان الى ان في يعني منتصف التسعينيات قدمنا فكره عازم ولا معزوم. وده كان برنامج نقله في حياتي انا شخصيا. برنامج احنا بنستضيف في الاستوديو على الهوا ضيف مفكر، وزير، سياسي، ونقول له انت عازم مين النهارده في بيتك؟ فنبدا نتكلم عازم مين ولا معزوم حتى ساعه، لمده ساعه. ونجحنا الحقيقه في هذه الفتره المفتوحه باننا نظل لمده 10 سنوات. دي الفتره رقم 1. طبعا كان قصادنا في الشرق الاوسط سناء منصور رجالتها بتعمل طبعا ضيف على الفطار. فتره يعني وتجيب دايما مين؟ الفتره المفتوحه كانت خفيفه. تجيب مين؟ تجيب مديحه كامل ونور الشريف ويسرى. واحنا نجيب مين؟ احنا نجيب وزراء ورئيس الوزراء ووزير الاوقاف. وعلى التليفون نجيب رئيس الجمهوريه. يعني كل اللي بيحب ياخد جرعه مكثفه ثقافيه او حتى خفيفه موجودة. في ظل كل التنوع موجود. اجمل ما في الاذاعه استاذنا الكبير انه بتشحذ الخيال. طبعا هي بتدي مساحه واسعه لينا لاعمال. مش بتشحذ الخيال بس، ده بتنمي الخيال. بتعمل حوار مع المستمع. جميل. صحيح. يعني انا كل ما استضيف ضيف يقول لي انا بدين بثقافتي الرفيعه للاذاعه المصريه. ضيف عربي. يعني مره كنت مع ضيف عراقي شاعر جميل قال لي انا تثقفت من البرنامج الثاني اللي هو البرنامج الثقافي الان. لا الموسيقي ده حاجه تانية. البرنامج الثاني الموسيقي ده علم الناس انواع الموسيقى العالميه. انواع الموسيقى العربيه. وكان سندباد مصري دكتور حسين فوزي. وكان يعني البرنامج الموسيقي ده رفع الوعي. جرعاته رائعه بصراحه. جرعات موسيقيه يعني انت كنت امام جامعه فيها الثقافه وفيها التسليه. هقول لك الاذاعه المصريه حتى الان الناس الصغيرين لما بيسمعوا ساعه لقلبك، ما هي الاذاعه المصريه ساعه لقلبك. بدايه البرامج الخفيفه الجماهيريه كمان. زي جرب حظك والاستاذ طاهر ابو زيد. يعني مره جرب حظك لما اقول لك استضاف مين؟ تخيلي طاهر ابو زيد يحاور صلاح جاهين ويقول له على الهوا قل لي فعل مضارع اوله ابو. فصلاح جاهين بمنتهى العفويه قال له ابوسك. يعني لك ان تتخيلي. شوفي وجاب ناس يعني من بسطاء الشعب. بالنسبه للفرقه اللي انت مثلا مستضيفاها اللي موجودين معانا الاذاعه المصريه زي ما عملت وكونت موسيقى مصريه وعربيه خالصه. كانت دار، وانا بستخدم كلمه دار للفن الشعبي. كل الناس اللي اكتشفها زكريا الحجاوي في مسيرته للبحث عن الشعب وعن الفن الشعبي كانت نافذتها لاطلالتها الاذاعه من برنامج انغام من بلدنا ومن برنامج الفن الشعبي في التلفزيون. وفضلنا جيل ورا جيل يسمع محمد طه بالظبط. وتسمعي الفن الشعبي وتسمعي محمد طه وتسمعي كل جمعه اعتقد. ايوه كان يعني اساسيات. وتسمعي ابو دراع وتسمعي كل المطربين والمطربات. اساطين الفن الشعبي في مصر في كل حواري مصر وبقاعها. لا يعني اقدر اقول لك ان احنا فخورين. ابناء الاذاعه فخورين بانه كانت الاذاعه بمثابه جامعه ونبض حقيقي للشعب المصري عقليا ووجدانيا. احنا يعني المصريين لهم الحق في ان يفخروا باذاعتهم. وعايز اقول لك انه الاذاعه المصريه لم
لم تقدم في طوال مسيرتها من سنة 34 وحتى الآن، لا قدمت إسفاف ولا قدمت دراما تتنافى مع أخلاقيات وقيم الشعب المصري، ولا قدمت حتى أصوات ينفر منها المستمع. نعم. يعني كنا بندقق سواء على مستوى المطربين أو مستوى المذيعين أو مستوى القراء أو مستوى المبتهلين، كنا بندقق في الاختيار، لأن كنا بنعتبر أنفسنا مسؤولين صحيح. عن وجدان وعن صحيح. ذوق الشعب المصري. صحيح. أستاذنا العزيز الإعلامي الكبير عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، أنا سعدت جدا بصحبة حضرتك النهاردة في خيمتنا، وبتمنى دايما يكون لنا لقاءات نستمتع فيها ونسمع أجمل ذكريات الإذاعة المصرية. بشكر وجودك معايا شكر جزيل. كل سنة وحضرتك طيب. أشكرك وأشكر كل الزملاء العاملين، وتهنئتي ليكم، وربنا يوفقكم طوال شهر رمضان وتسعدوا مشاهديكم. أشكرك. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا بكده احنا وصلنا لنهاية لقائنا في حلقتنا النهاردة. بتمنى تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا معنا في الخيمة. نتقابل على خير الأسبوع الجاي، ألاقيكم في أتم الصحة وأحسن حال. وتعالوا نشوف الفقرة الفنية مع فرقة القبة الخضراء. شكرا وإلى اللقاء. مكة صورك متين باب السلام فيك، مقام الخليل إبراهيم وحجر إسماعيل فيك، يا مكة صورك متين باب سيدنا النبي فيكي، يا حبيبي يا سيدنا النبي. يا مكة صورك متين باب السلام فيكي، مقام الخليل إبراهيم وحجر إسماعيل فيكي، لما أراد ربنا ينور أراضيكي أكمل عليك الرضا ولد النبي فيكي، بحبك وبريدك وأتمنى مسيدك خدمك ومريدك يا رسول الله، بحبك وبريدك واتمنى مسيدك خدمك ومريدك يا جد الحسنين، بحبك وبريدك واتمنى ابو سيدك خدمك ومريدك يا جد الحسنين، بحبك وبريدك واتمنى مسيدك خدمك ومريدك يا جد الحسنين، حبيبي وعين